السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وكويسين وبصحة وبعافية إن شاء الله. النهاردة في موضوع مهم لازم نتكلم فيه، وهي مباراة الأهلي والجيش الملكي امبارح. أنا عايز أشكر اللعيبة كلها إن هم أدوا مستوى كويس في ظل الظروف اللي حصلت امبارح من الجماهير ومن اللعيبة. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالحمد لله برضو إرادة ربنا فوق كل شيء. الحمد لله إن الأهلي طلع متعادل 1-1 في سبيل الظروف اللي حصلت ديت كلها. عايزين بس نتكلم في كذا نقطة كده. يعني أنا دلوقتي دولة المغرب هي دولة شقيقة ودولة عربية، فاللي حصل فيها دوت يا ريت يعني ما يحصلش تاني، علشان خاطر دي واجهة دولة. مباراة كرة قدم احنا بنتفرج عليها عشان خاطر نتمتع، عشان نبقى مبسوطين. كل واحد بيشجع الفريق بتاعه زي ما هو ما عايز. بس اللي حصل امبارح ديت ما كانتش مباراة كرة قدم، ديت كانت حاجة قلة أدب وإهانة لدولة المغرب بأكملها. إن فريق زي الجيش الملكي الجمهور بتاعه يرمي الأزاز في الملعب وكور تخش جوه الملعب، ولعيبة تضرب لعيبة وسكينة معجون، آلة حادة في قلب الملعب. يعني بجد حاجة الواحد يعني هو مش عارف يقول كلام عشان خاطر بس الفيديو ما يتحذرش من الكلام اللي الواحد ممكن يقوله. انا بس عايز اسأل سؤال واحد وحد يطلع يجاوبنا عليه. فين بقى الاتحاد المصري من اللي حصل دوت؟ امبارح الكابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحة والعافية يا رب ويشفيه، امبارح تقدم بطلب للفيفا والكاف الشغب اللي حصل من الجماهير ومن اللعيبة، وبسبب الآلة الحادة اللي كانت موجودة في الملعب أثناء اللعب. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يقف معاهم ويبقى في رد رادع من الكاف والفيفا بسبب المباراة اللي حصلت امبارح فيها ديت. والحاجة التانية إن المغرب كلها أيام بسيطة، يعني ما تتعداش ال20 يوم، والمغرب هيكون عندها بطولة أفريقيا، ودي تعتبر يعني بطولة مهمة جدا. والحمد لله يعني مصر جديرة إن هي ممكن تاخدها في سبيل إن هي خدتها في 2006 و2008 و2010 مع كابتن حسن شحاتة، ربنا يديله الصحة ويشفيه يا رب. فالقصة كلها ان لو حصل موضوع زي دوت ومنتخب المغرب بيلعب مع اي منتخب تاني، ايه الوضع؟ يعني هل البطولة مش هتتلعب مثلا ولا ايه الوضع؟ الواحد يقول ايه يعني لما مباراة الاهلي امام الجيش الملكي، فريق مصري مع فريق مغربي، وحصل فيها الشغب ده كله؟ اشحال بقى لو ده منتخب المغرب؟ يعني اشحال ده بقى المنتخب بتاع الدولة كله، هيحصل ايه؟ فيا ريت الناس تطلع تتكلم وتقول رأيها في الكومنتات. ايه اللي ممكن يحصل في حالة ان لو حصل كده في افريقيا القادمة ان شاء الله. تمام. وعايز اوصل رسالة للعيبة الاهلي كلها وادارة الاهلي ومجلس الادارة وكله، ان بجد يعني ان اللعيبة تلعب في الظروف ديت ويطلعوا متعادلين 1-1. فدي حاجة كويسة وحاجة الحمد لله بنحمد ربنا عليها. والحمد لله ان ربنا برضو ما غزلناش، واللي هو احنا طلعنا مكسورين الخاطر ان احنا نطلع بنتيجة 1-0. الحمد لله فضل من ربنا. يا رب القادم احسن. وبشكر اللعيبة والادارة، وربنا يشفي الكابتن محمود الخطيب يا رب. انسان خلوق وانسان محترم، وفي ظهر النادي وفي ظهر اللعيبة وفي ظهر الادارة في كل حاجة. فربنا يصلح الحال يا رب. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، واهم حاجة تصلي على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.